على جلالته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى سيدنا موسى كليم الله صلى الله عليه وسلم. رعايانا الأعزاء سكان أمريكا الشمالية، تنظن أنكم باقي تفهموا العربية. بغيت نقول لكم على أنني متأثر جدا جدا وأكثر مما تظنون بهذا الحوار وهذا الكلام اللي سمعته منكم، واللي ما تنستغربش منه، لكن تنستغرب بالعواطف الرقيقة وبالكلمات الدقيقة وبالتعبير المغربي الأصيل اللي توجهت به لنا. جزاكم الله خيرا عنا، لأنني حييت معكم أوقات وطنية مغربية لن أنساها أبدا. عليكم أن تعلموا أنه في كل سنة حوالي أواخر شهر فبراير وأوائل شهر مارس عندي واحد الصديق يهودي في فرنسا، ماشي مغربي، سميتو الأستاذ ستيغ، عارفو من القديم. الحمد لله أنا ماشي مريض متاعو، ولكن تنعرف. فقلت له ودي احنا في الدين تاعنا الاحتفال بالأعياد الدينية كانت مسيحية ولا يهودية هو فرض على كل مسلم، فاحنا تنعرفو امتى تزاد سيدنا عيسى، ولكن بغينا نبداو نسلمو ونصليو كذلك على سيدنا موسى في ليلة ميلاده. فقال لي نظرا لكون الشهر اليهودي هو شهر قمري، كل سنة تتغير بيومين 3 أيام. السنة الماضية صدق في فبراير، ولكن عادة تكون في أوائل مارس، وكلفتو أنه 2 أو 3 أيام قبل كل سنة يخبرني بذاك التاريخ. ومنذ ذلك اليوم، هذه دابا فوق 7 سنين أو 8 سنين، تيكتب لي تيقول لي يوم ازدياد رسول الله موسى عليه السلام، اللي هو يوم نتاع الموت ديالو، هو يوم كذا وكذا، وتيعلم له قادر فوتر ميزان ستيك. فكل سنة في ذلك اليوم، ربما أنا من المسلمين القلائل اللي تيصليوا على روح سيدنا موسى 100 مرة في ديك الليلة. ولما تنصلي على روح سيدنا موسى في ديك الليلة عليه السلام، ما كاين شي يهودي مغربي في العالم بأسره اللي ما تيوقفش أمام وجهي آنذاك، واللي ما تندعيلوش بالخير، واللي ما تنطلبلوش الله أنه يرجع لبلادو ويتسارها ويزورها ويسر رحم مع الأحياء ويزور قبور الأموات. فعلا أنتم رعايانا، عندكم مزايا كبيرة بالنسبة لليهود الآخرين. أي واحد ممكن لك تسولو تقول له فين باك، فين دفن جداك، فين كبرتي، يقول لك ما نعرفش. أنتما أعطاكم الله واحد الكرامة غريبة، واحد أولا سبقتوا العرب للمغرب. يقولوا بعض المؤرخين على أن يمكن واش صحيح ولا ماشي صحيح،
لأن بعض اليهود في عوض يتبعوا سيدنا موسى لما اخترق البحر الأحمر أنهم تبعوه نواحي الشرق، أن واحدين أخرين خافوا من البحر وجاوا لهذا الجهة من العالم. الحمد لله اللي جاوا والحمد لله اللي استوطنوا عندنا. فماشي يمكن لكم تقولوا آبائنا وأجدادنا موجودين في المغرب واجي نوريك فين مدفونين وفين، بل عندكم ميزة، وهذه الميزة بغيتكم تكونوا محتفظين عليها، وهي الميزة الثقافية متاعكم والدينية. المعلوم عند الجميع بأن المدرسة التلمودية المغربية هي أحسن مدرسة تلمودية في العالم. معلوم احنا الخاخامين عندنا قاصحين شوية، ما تيقولوا شي دغيا هذه ديما ربما تيقولوا هذه حامس ولا حرام ولا كذا، ولكن لا، تيجيو يستفتيوهم الرهبان من جميع العالم، جميع الخاخامين في العالم اللي تيبغوا يعرفوا شنو قال الدين اليهودي الحقيقي الأصيل، ما تيمشيوش لمحل آخر، تيجيو للمغرب باش يبحثوا على دينهم، كما أنكم ترجعوا للمغرب باش تبحثوا على ثقافتكم وأصالتكم. الله سبحانه وتعالى أسأل أن يخلي هذه الصلة بينكم وبين بلادكم دائما واقفة. قولوا آمين معنا حتى ويجعلكم كذلك دائما محفوفين بعناية الله وكرمه، ويكثر عليكم الرزق ديالو والفضل ديالو، ويجعلكم تصلوا الرحم مع أخوانكم المسلمين في المغرب أكثر وأكثر، وكونوا على يقين دائما أننا كما كانوا أسلافنا وجدادنا وكما غادي يكونوا ولادنا وحفادنا، غادي تكونوا انتم كإخوانكم المسلمين طرف من اللحمة متاعنا. واجب علينا الحفاظ والمحافظة على حقوقكم وأمنكم وحريتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.